لو انت صانع محتوى مرئي ونفسك تحول فيديوهاتك لأي لغة تانية علشان توصل لشريحة جديدة من المشاهدين، ولو انت محاضر أو طالب وبتعمل برزنتيشن فيها فيديو وعاوز تحوله لأي لغة تانية وبصوتك، النهاردة هشرح لك ازاي تقدر تستخدم الذكاء الاصطناعي لترجمة فيديوهاتك بشكل سهل ودقيق. ركز وتابعني للآخر علشان هتنبهر بالنتائج اللي بيعملها الموقع ده. هنفتح جوجل ونكتب هيجن، هيطلع لنا النتائج. هنختار أول نتيجة، هيفتح لنا الصفحة الرئيسية للموقع. هنضغط على جيت ستارتد، هنيجي هنا نعمل تسجيل دخول وليكن بالجيميل. نضغط ماي سيلف ونكست ستيب ونمشي ورا الخطوات لحد ما يفتح لنا الموقع. دي الخدمات كلها اللي بيقدمها الموقع، فيها خدمات كتير هنشرحها في حلقات تانية. النهاردة هنختار فيديو ترانزليشن. هنيجي هنا نحط اللينك بتاع الفيديو اللي احنا عايزين نترجمه او نعمل له ابلود من الجهاز. انا هنا هرفع الفيديو من الجهاز. نختار الفيديو ده، انا كنت عامله ورافعه على القناة. نضغط create new translation، نيجي نضغط هنا translation directly. هنا هنختار اللغة التارجت. انا عايز اترجم الفيديو للغة الانجليزية او الاسبانية، في اكتر من لغة. انا عايز اترجم هنا بالنسبة لي للغة الانجليزية. وهنا نختار الاوريجينال لانجوج، نختاره بالارابيك على اساس ان الفيديو بتاعي معمول باللغة العربية. اضغط كونفيرم. هنا بيقول لي هاخد منك كريدت واحدة، هو بيديك كريدت مجانية، وهستنى يحول لي الفيديو، يعمل لي ترجمة الفيديو الصوتية. هنا بعد ما اخلص الترجمة عايزين نسمع مع بعض الفيديو الاول قبل الترجمة. سواء فاتح من الكمبيوتر او من الموبايل، هتفتح شات جي بي تي وتقول له اكتب لي قصة قصيرة عن الصدق. هيكتب لك القصة الجميلة دي، هتاخدها كوبي. هتفتح جوجل وتكتب 11 لابس، هيفتح لك الموقع ده. هتنزل هنا هتعمل بيست او لاصق للقصة اللي انت نسختها، وتنزل هنا تختار اللغة العربية، وتنزل هنا تختار صوت من الأصوات وليكن سارة، وتقول له جنريت وتضغط هنا. هتسمع أحلى الصوت زي ما أنت شايف. كان يا مكان في قديم الزمان طفل اسمه علي. كان علي معروفا في قريته بأنه دائما يقول ودلوقتي يا الحقيقة. جماعة هنسمع نفس الفيديو تاني بس بعد ما دخلناه على أداة الترجمة. Whether you open it from the computer or the mobile, you will open the GPT screen and tell it to write you a short story about honesty. It will write you this beautiful story. You will copy it, open Google and type 11 Labs. This site will open for you. You will scroll down here, paste the story you copied, scroll down here, choose the Arabic language, scroll down here, choose a voice from the voices, for example Sarah, and tell it to generate. Then you will press here and hear the best voice, as you can see. Once upon a time in a distant past, there was a child named Ali. Ali was known in his village for always telling the truth, no matter the circumstances. One day, Ali found a wallet full of money on the road. Instead of keeping it for himself, he took it to the best and easiest وزي site ما انتم that شايفين creates وسامعين يا voices. جماعة، الفيديو اتحول تماما للغة الإنجليزية أو للغة اللي انت اخترتها في منتهى الدقة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى تكونوا استفدتوا وعرفتوا ازاي تستخدموا الأداة. ولو عندك أي استفسار اكتبولي في تعليق. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.